السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بمتابعينا الكرام. لقاءنا بيتحدث عن 5 خطوات للنجاح، وحبيت أن أنا أسجله بشكل مبسط حتى الجميع يستفيد إن شاء الله من هذه الخطوات وتشاركوها إن شاء الله لفرقكم، حتى الجميع إن شاء الله يطبق هذه الخطوات ويختصر على نفسه جهد ووقت للمضي قدما إن شاء الله لتحقيق الأهداف. بالنسبة للإخوة والأخوات المنضمين جدد معنا، حياكم الله جميعا ومبارك لكم انضمامكم لهذا العالم الرائع، العالم الكبير الواسع اللي مبدئيا رح أقول لكم ما شاء الله تبارك الله أنتم عملتوا الشيء اللي ما استطاع غيركم يعمله، بمعنى أنه أنتم استطعتم إن شاء الله تبارك الله أنكم تمتلكوا القدرة على اتخاذ القرار في الانضمام. هناك الكثير من للأسف الشديد ما زال يتردد وما زال محبط وما زال ينتظر قرارات الآخرين حتى يتخذ قرار الانضمام. فأهلا وسهلا فيكم وإن شاء الله تستفيدوا وتفيدوا معنا في هذا العالم. ومن هنا راح أدخل في موضوع مهم جدا، هو ما معنى النجاح، وراح أعرف بشكل مبسط جدا معنى النجاح. والنجاح هنا هو العمل بجد واجتهاد وعمل جاد من أجل الحصول والوصول لغاية محددة أنت حددتها. هذا معنى النجاح بكل اختصار، زائد السعي الدائم لتحقيق الأهداف المرجوة واللي أنت أيضا اخترتها وحطيتها أمام عينك. طبعا كل الكرة الأرضية وكل الكوكب ما في شخص على وجه الأرض لا يرغب في أنه يحقق النجاح في حياته، ولكن كثير من الناس للأسف ما بتعرف قدراتها وما بتعرف قديش هي بتمتلك طاقة جبارة كبيرة داخلها ممكن أنها تغير في محيطها وتأثر بالمجتمع اللي حواليها. تجد تفكيرها دائما بأنه النجاح صعب مع الأسف. وطبعا أنا في لقائي هذا اليوم حابة أن أعطيكم أهم هذه النصائح لنتجاوز هذه الأفكار السلبية إن شاء الله، ونخطط بمعنى الكلمة للنجاح بشكل صحيح في 5 قواعد ذهبية أو 5 خطوات للنجاح بإذن الله. وأول هذه القواعد الذهبية هو اقرأ قصص الناجحين. ابحث عن الإلهام في قصص الناجحين، وقصص النجاحات خاصة راح تتعلم منها الكثير من الأمور، أهمها الإصرار والعزيمة والصبر، وكيف تجاوزوا هذول الطموحين هذه العقبات وهذه التحديات بكل قوة واستطاعوا أنهم يوصلوا لهدفهم. اترك الحسد والغيرة، اترك النظرة السلبية تجاه هذه القصص الناجحة وانظر بنظرة إيجابية. راح تجد قوة ودافع كبير جدا في قصصهم تخليك تعمل بكل جد واجتهاد. ومثل ما أنا بحكيها دائما، ابدأ من حيث ما انتهى الغير، هذا أمر ومهم جدا نركز عليه. ثم ننطلق للقاعدة الثانية الذهبية، هو تنظيم الوقت. ومع المقولة اللي دائما بنرددها، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. تنظيم الوقت يا شركاء النجاح هو من أهم العوامل اللي ممكن توصلك لأعلى القمة، هو الأساس في تحقيق النجاح في حياتنا. إنك تستغل الوقت وتستثمره بشكل صحيح هو اللي بوصلك للقمة. أما العكس وعدم استثمار الوقت الجيد وعدم ترتيب الأولويات راح تتشتت، والشتات بوديك للفشل. لهيك ابدأ من الآن، التقط أوراقك وخذ أنفاسك واكتب الأولويات وابدأ بترتيبها شيئا فشيء. فهو عامل مهم جدا لحتى تنجز أمور كثيرة في وقت محدد ومنظم. ننطلق للقاعدة الثالثة، هي شجع نفسك بنفسك. وجميعنا يعلم أنه أكبر عائق أمام تحقيق النجاحات هو الخوف من الفشل. هذا الشيء اللي بيخليك تتردد، ترجع لورا خطوات كثيرة جدا، أو ممكن تتجمد وتوقف في مكانك. خلونا نحكي أنه إحنا جميعنا بنعرف أنه النجاح عبارة عن سلسلة طويلة من التجارب، واللي ممكن أنا أقول أنجح في تارة منها وأفشل بتارة أخرى. ما في نجاح بيجي بدون عثرات يا شركاء النجاح، وأعظم النجاحات اللي بتيجي بعد كومة من ركام التجارب الفاشلة. لكن أهم شيء أنك أنت ما تقول لا أستطيع، أنا متردد، أنا قليل الخبرة، أنا قليل التركيز، أنا ما عندي قدرة على الاستمرارية. هذا الشيء مستحيل، هذا كله اتركوه. هذا كله فعلا هو بيسيطر على قوتكم، بيسيطر على انطلاقتكم، فبيخليكم متجمدين في مكانكم ومستسلمين. لذلك سيطر على هذا الخوف، على هذا التردد، على هذا التراجع، وانطلق بقوة، ومن ثم
رافق الناجحين، خالط الإيجابيين. وجميعنا بيعلم إنه هذه الأشخاص السلبية ما بتخلو حياتنا من وجودهم، ولا بتخلو حياتنا من للأسف الشديد من بخ السلبية تبعهم علينا. ولكن هذا الشخص السلبي اللي بيعيش دور الضحية دائما، واللي هو فعلا وكأنه لا أحد غيره عايش على هذا الكوكب، وأنه هو الوحيد المعذب، هو الوحيد المضطهد، هو الوحيد اللي بيعيش ظروف قاسية وبيعاني، وأننا جميعا فوق الريح مثل ما بيقولوا. هذه السلبية لا تسمح لها أبدا بالوصول إليك، ولا تسمح لهيك أشخاص بأنهم يختلطوا فيك نهائيا. بل بالعكس، ابحث عن الشخص الناجح، هو الشخص الإيجابي اللي فعلا بتجد عنده الأمل والتفاؤل في كل حاجة، حتى في كل عثراته بتجد أنه يتعلم من هذه العثرات بكل حب وبكل إخلاص، وبيعلم الآخرين بحيث أنه يتجاوزوا هذه العثرات وما يقعوا فيها. هذا الشخص الإيجابي إحنا فعلا بنبحث عنه، إحنا فعلا بنلتصق فيه، إحنا فعلا بنرافقهم، لأنه هذول الناس هم اللي بياخدوا بإيدنا وبيخلونا نحلق عاليا في أفكارنا، بإبداعنا، في تحقيقنا لنجاحاتنا، وأفضل من الشخص السلبي اللي ممكن يسحبنا للحضيض. فأرجوك اهرب من الشخص السلبي كفرارك من الموت. ثم لا تستسلم، وهذه النصيحة رقم 5. الحياة يا جماعة الخير بتتطلب منا الإصرار على مواجهة الحياة، بدها أنك تتعلم بدون تذمر، بدها أنك ترتقي بنفسك بعزيمة وإصرار وإقدام، بدها أنك أنت فعلا تحط في بالك أني راح أتجاوز هذه العقبات وراح أتحداها بكل ما أوتيت من قوة. تخيلوا لو كل عقبة مرت فينا أو كل ظروف صعبة لامستنا بدنا نتوقف عند هذه الظروف، معناته أنا بحياتي ما راح أنجز، بحياتي ما راح أحصد شيء، بحياتي ما راح أقدم خطوة على الأمام. للأسف راح أكون دائما في تراجع، في خيبات، في فشل. طيب لو كنت أنا فعلا من الأشخاص اللي زي ما بقولوها عند كل عقبة أتأخذ منها العبرة والعلم والمعرفة، وكيف أن أنا ممكن أتجاوزها وأتعلم حقيقة من هذه العقبة بأني أنا فعلا لن أقع مجددا فيها، وبنفس الوقت أنطلق. يعني مثل ما أنا دائما بشبهها بسباق الماراثون، الشخص لما بيتعب ما بيتوقف، ما بيستسلم، لا، هو بياخذ أنفاسه، بيلتقط أنفاسه، بيتوقف قليل، يرتكي على ركبه، بياخذ قارورة ماء بيشربها، ثم بيرجع مرة ثانية بيركض والناس تهتفت له من عن اليمين وعن اليسار. هذه هي اللي إحنا بدنا نشتغل فيها، هذه الروح الرياضية اللي إحنا لازم نطبقها ونشتغل عليها، إنه إحنا نتعلم أن نرتاح، ما نتعلم إن إحنا نتوقف. لازم نكبت مشاعر الألم والتعب والفشل والغضب، ونحول هذه المشاعر لوقود ورغبة وشعلة حتى ننطلق من جديد لنتغلب على كل هذه الصعاب ونحدد أهدافنا ونوصل إلها إن شاء الله. فحطوا في بالكم إما أن أنجح أو أنا أنجح، وإنه قرارك في النجاح هو هذا الشيء اللي حتقدم عليه بإذن الله. أهم شيء حطوا في بالكم إنه لا تراجع، لا استسلام، لا تردد، لا عودة للخلف. حطوا في بالكم إما أني أنا أنجح أو أنا أنجح بكل ما أوتيت من قوة إن شاء الله. استمراريتكم مهمة جدا، اكتبوا أهدافكم، خططوا إلها، اعمل بجد واجتهاد وطبق الشيء اللي تتعلمه، وكن دائما الاستمرار مع الصمود والصبر راح تصل بإذن الله. وإذا أردت النجاح حقيقة كل اللي عليك فقط تطبيق هاي النصائح السابقة ال5، وراح تشوف أن الحياة تتغير معك بشكل جميل جدا. ما في شيء أجمل من أنك أنت تنجز هذه الأعمال وتنجح في كل حاجة أنت حطيتها أمامك. ما في أجمل أنك تكون شخص مؤثر في الآخرين، وأنك توقظ الجمال اللي داخلهم من إيجابية ومن طموح ومن أمل، حتى يصير هذا الإنسان يعمل بكل ما أوتي من قوة لتحقيق أحلامه في هذه الحياة. ما في أجمل أنك أنت تعين شخص معلول صحيا أو تعين شخص معلول ماليا وتحطه على الطريق الصحيح ليحافظ على نفسه وليكون شخص أفضل مما هو عليه الآن. فنلتزم إن شاء الله بتقديم هذا الخير، وما نيأس وما نتوقف وما نسمع للناس المحبطة، لأنه حقيقة إحنا في أروع المجالات هي أنك تقيل عثرات الآخرين وتكون لك بصمة إيجابية ونترك أثر.